كل واحد في حياته ابتلاء او نقص مش ظاهر بيعاني منه لوحده. يبان شكل حياة غيرك حلو من بره ويتحسد عليها وعنده نعم كتيرة قوي، بس لو دخلت قلبت وشفت جواه وشفت هو حاسس بايه هتقول الحمد لله. هتقول الحمد لله انك مش في مكانه. كل بيت مقفول على اهله، كل قلب بتشوفه من بره بيضحك ومبسوط وحاسس انه احسن منك، هتلاقيه شايل حمل بيدعي ربنا انه يصبره عليه. نقول الحمد لله ومنبصش في حياة غيرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ملكات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. يلا قبل ما نبدأ الفيديو كده صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. يلا يا حلوين بقى نعمل ايه؟ يلا نفضي الفاكهة بقى في الباسكتات ونغسلهم مع بعض. الأسعار بقى ايه؟ العنب ب25 ب30 يعني، بس هو اداهوله ب25. بصوا ضوافري بايظه كده وصوابعي عشان مقوره بتنجان النهارده. المهم ان العنب ب25 والخوخ برضو ب25. الموز بكام؟ الموز ب12.5 كيلو، 12.5. والاناناس او الكنتالوب بكام؟ ب10 كيلو ب10. وطبعا برضو العنب ب25. ده عنب احمر وده عنب اصفر. يلا بينا بقى نغسل الفاكهه مع بعض. طبعا هنحط الموز هنا في طبق ده ونطلعه بره على السفره، دول لسه واكلينهم. يلا بقى بينا نغسل الفواكه دي. يلا بينا بقى نغسل الفاكهه. يلا حطيت العنب وهغسل. بصوا انا العنب كنت اول ما كنت بجيبه كنت بفرده عشان اغسله حلو كده، عشان ميبقاش فيه اي حاجه ماسكه في العناقيد يعني. بس الايد طبعا لو جالك ضيف مش هتعرفي تحطيله المتفرد ده طبعا عشان الولاد وكده. فقلت لا خلاص انا هغسله كده، اخلي الميه جاريه عليه حلو قوي واخلي الميه تتغلغل كده ما بين العناقيد وهحطه. اما بقى اللي اتفرد ده سايبه الولاد يقعدوا رايحين جايين ياكلوا فيه. انا زعلانه منكم بجد. انتوا قولوا لي لولا ايه المحتوى مش احسن حاجه، عايزيني اضيف حاجه، عايزيني اشيل حاجه، عادي. انا بقبل النقد على فكره، بقبل النقد المحترم طبعا. بصراحه انا نفسيا مش كنت احسن حاجه يعني. المشاهدات مش بقت حلوه، وكمان مفيش لايكات. ليه ما بتحطوش اللايك يا جماعه؟ اللايك مش بفلوس، اللايك بس لدعم الفيديو، ان هو يرفع الفيديو يخليه يتشاف لاكبر عدد ممكن. انما لما ما بتحطوش لايك طبعا الفيديو ما بيتشافش، بيبقى كده. اليوتيوب طبعا مش بيقترحوا لان مش بيشوفوا، لان طبعا عدد اللايكات الكتير بيخلي اليوتيوب يلفت نظره ان الفيديو ده عاجب الناس، المحتوى ده كويس، فبيبتدي يقترحه للاكبر عدد. طبعا لما مفيش لايكات الفيديو بيبقى مهمل. ليه بقى؟ لان احنا يعتبر في ساحة كلها قنوات، في ما شاء الله يعني كتير قنوات كبيرة، واحنا لسه يعتبر مبتدئين. فالمبتدئين دول لو الفيديوهات بتاعتهم ما اترفعتش كويس خلاص كده شكرا، يبقى الواحد بيتعب على الفاضي. فبصراحة انا يعني بتعب في المونتاج جدا. انتوا عارفين معايا اطفال صغيرة، وان انا اختار الوقت المناسب ان انا اسجل لكم فيه واعمل فيه كل الحاجات اللي انا بعملها دي مثلا، واقعد اصور. وانا اصلا انا دلوقتي قافله الصوت ليه؟ عشان طبعا صوت الولاد. فان انا بقى اختار الوقت المناسب ان انا اطلع لكم بافضل حاجه، بافضل جوده، افضل صوت، الكلام ده كله ده بياخد مني وقت جامد وتفكير كتير ان انا اعمل ده امتى، الولاد انيمهم كده يعني. فيعني بعد اذنكم قدروا تعبي شويه. على فكرة انا عندي كتير لسه عايزة اقدمه، بس مستنية لما القناة تبتدي تتشاف شوية. في حاجات كتير يعني، في افكار كتير في بالي والله، بس مستنية لما القناة تتشاف شوية نكون قاعدة جماهيرية حلوة كده، نكون ناس متحبين في الله ان شاء الله باذن الله. ساعتها بقى هبدع معاكم ان شاء الله. يلا رغيت كتير انا، تعالوا يلا بقى نشوف احنا بنعمل ايه. انا قلت بما ان كده في فواكه خلاص، اما اعمل بقى كده فروت سلطه او كوكتيل عشان الولاد ما يبقوش رايحين جايين. السنه الولاد عندي يوم ما بيبقى فيها يعني يوم ما بيبقى موجود في البيت فاكهه ما بياكلوش اصلا الا الفاكهه، رايحين جايين ياكلوا فاكهه بس.
انما الاكل ده بينسوه نهائي. وفي العادي طبعا لو الفاكهه مش موجوده ما بياكلوش بيقضوها بقى مثلا ايه بونبوني، ايه مثلا لو انا عامله كيك ولا حاجه ياكلوا قطعه كده. انما ان هم يقعدوا ياكلوا بقى الاكل كده زي الاطفال كده وبوجبات وبتاع. انا كنت على فكره الاول بعمل لريان وجبات وكده، بس طبعا ده قبل ما افتح القناه. كان لسه لما هو بيبي يعني، من اول بقى عمر 6 شهور ابتديت ادخله اكل، وكنت بعمل حاجات حلوه جدا وافكار حلوه جدا. ان شاء الله باذن الله يا ربنا يسهل كده ابقى اديكوا الافكار دي، هعرضها لكم برضو ان شاء الله لكل مامي جديده لسه تستفاد ان شاء الله جدا. طبعا وهو صغير تعرفي تتحكمي في اكله عن لما يكبر. لما يكبر ده خلاص كده يعني ايه بيعذبك، يقعد يتدلع، لا عايز كذا لا عايز كذا. انه هو صغير ما بيتكلمش، بتاكلي وتدفسي زي ما انت عاوزه. ف شفت بقى ان الفاكهه اقطعها لهم كده هيستفيدوا بيها اكتر يعني. فعملت ايه، يلا قطعت الموز وكمان قطعت الكنتالوب. بقطعه طبعا قطع صغيره كده مكعبات على قد ايه بقهم الصغنن القمر ده. وبما انهم بقى بيحبوا الفاكهه فقلت خلاص استغلها احسن استغلال. والله لو ينفع نحط لهم اكل بقى بروتين كده في وسط الفواكه دي، ياه. بس طبعا الطعم بيتغير. تعرفوا ان انا عندي سفيان اصلا اي حاجه طعمها فيها طعم شويه او فيها فكرة مختلفة او كده سفيان ما بياكلهاش. زي مثلا اديكم مثال ان البابا غنوج مثلا مشوي ما بيحبش طعمه. اي حاجه مختلفه مش اللي هو الطعم الطبيعي العادي ده اللي هو المملح الطبيعي بتوابل وعادي ده ما ياكلوش. فعندي سفيان مختلف شويه. مين بقى اطفاله كده فين زي ابني، الصوصات بقى والحاجات دي كلها اي حاجه مختلفه ما يحبش طعمها. المزازه بتاعه المايونيز مثلا لو لقاه ما ياكلوش ابدا. عندي ريان بيحب بقى الحاجات التانية اللي هي المايونيز والكاتشب والحاجات اللي هي ما فيهاش اي افاده بالنسبه لي بصراحه يعني. تعالوا بقى اما نتكلم في المحتوى الاساسي اللي انا قدمته في البدايه. انا قدمت مقدمه كده وحابه ان انا اتكلم فيها معاكم ان كل واحد في حياته ابتلاء او نقص مش ظاهر بيعاني منه لوحده. هو بيبان للناس طبعا ان الحياه بقى حلوه ووردي ومن بره بقى ان هي يا ده عايش حياه محدش عايشها، ده ربنا مديله كل حاجه، ده ملك الدنيا في ايديه. طبعا الملك لله وحده وملك الملك هو الله سبحانه وتعالى. بس فعلا في ناس نفوسها مريضة وقلوبها مش حلوة، دايما عينيها في حياة غيرها. سبحان الله يعني تعرفوا ان من كتر اصلا ما هم مركزين قوي في حياة غيرهم ومش باصين على النعم اللي عندهم ما بيشوفوهاش اصلا، رغم ان ممكن تكون حياتهم احسن كتير ونعم ربنا عليهم كتير جدا وبيوتهم مستور وربنا مبارك فيه ورزقهم البركة. وده اهم حاجة الستر والبركة بجد في البيوت. وان يهدي سركم، يعني ان ربنا يبقى مهدي سركم، دي بجد من احسن الحاجات اللي انا بشوفها في كل بيت اصلا. مش فاضح البيوت ده بالنسبة لي من اعظم الحاجات اللي ممكن يكون ربنا او النعم اللي ربنا يكون منعم علينا بيها. بس طبعا اللي بيبص في حياة غيره ما بيشوفش ده كله. اللي بيبص للنعم اللي في ايد غيره ما بيشوفش اي حاجة حلوة في حياته. مع ان والله سبحان الله لو اتمناله البركة هتعود عليه في بيته، لو ادعاله كده ان ربنا يبارك له في حياته في بيته في ولاده في ماله في رزقه في كل حاجة، سبحان الله الملائكة بترد ولك بالمثل ولك بالمثل. فالحياة الوردية اللي انتوا بتبقوا شايفينها دي وان الحياة دي مفيش احسن منها ويتحسد عليها كمان الشخص، انت عندك نعم كتير قوي انت طبعا مش شايفها عشان انت عينيك في حياة غيرك. ممكن تكون النعم دي بقى اللي انا حابة اظهرها او اللي انا حابب اظهر لكم ان انا بيتي مستور، اظهر لكم ان انا حياتي مستقرة، اظهر لكم ان مفيش اي مشاكل في حياتي. ما هو مش معقول هنطلع مثلا ندي طاقة سلبية للناس. على فكرة انا مش بتكلم على اليوتيوبر عموما، بتكلم على كل الناس. يعني البيت مقفول عليه باسراره بحكاياته بحلو بمر بكله. انما اللي فاضح سره ده يعني انت فاضح سرك ربنا يسترك ازاي، فاضح بيتك ربنا يسترك ازاي. بصوا انا كلامي ده يعني مش لشخص بعينيه، بس الواحد شايف في اليوتيوب حاجات يعني مهازل والله. ربنا يعافينا يا رب، نسأل الله العفو والعافية. اللي بيفضح نفسه ده ربنا ما بيستروش.
اللي بيفضح غيره ده ربنا ما بيستروش، واللي بيبص في حياة غيره ما بيشوفش فرحة في حياته ابدا. فاللي بيعوز يظهر حاجة عكس اللي جواه بيعرف يعملها كويس قوي. لو دخلت قلب اللي انت شايفه ده في نعم مش عند حد بقى، وشفت هو حاسس بايه، والله ساعتها هتقول الحمد لله يا رب على نعمة الستر وعلى نعمة راحة البال دي تتساوي بكنوز الدنيا. يعني مش اي حد في الدنيا اصلا يبقى عايش كده بس زاهد في الدنيا وعنده راحة بال. بتيجي امتى السكينة والطمأنينة دي؟ لما اكون حاسس برضا من ربنا، برضا في حياتي، برضا على اللي عندي، برضا ان انا مبصش لغيري. فزي ما قلت لكم كده، كل بيت مقفول على اهله او كل قلب بتشوفه من بره بيضحك ومبسوط وحاسس انه احسن منك، هتلاقيه شايل حمل وبيدعي ربنا انه يصبره عليه، ده بجد. فجعلنا يا رب دايما راضيين وحامدين وشاكرين وشايفين كل النعم اللي عندنا، ومش باصين في حياة اي حد ولا في رزق حد ولا باصين لحد ولا. اصل بصوا، انا عايزه اقول لكم حاجه، ان كل اللي بيبص في حياه غيره ده بيبقى، او عامه الحاسد ده بتبقى قله ادب مع الله. يعني سبحان الله العظيم، بيكون شايف الشخص ده اللي ما بيشوفش النعم اللي عنده، طبعا بيكون شايف ان ربنا لا مش عادل، استغفر الله العظيم طبعا، ولا يظلم ربك احد، ربنا الحق والعدل سبحان الله العظيم. فاللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك يا رب، اللهم لك الحمد والشكر على سترك ورضاك وبركتك، اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة أنعمت بيها علينا. بس ده كنت حابة اتكلم انا النهاردة في كام نقطة، والنقاط دي او بعد كده لما اجي مثلا اقدم لكم مقدمة هتكلم فيها في الفيديو. يعني عارفين طبعا احنا كلكم شطار، بس انا حابة ان انا نذكر بعض، بما اني بقى صانعة محتوى او بقدم محتوى، انا حابة ان انا اتكلم معاكم، نذكر بعض كده بالله، نذكر بعض بالنعم اللي عندنا، نذكر بعض بكل حاجة. زي ما قلت لكم عندي كتير وان شاء الله هنقدمه مع بعض ونتكلم في كل حاجة. وطبعا كل اللي عندها مشكلة انا مستمعة جيدة جدا جدا جدا، وان شاء الله بفضل الله طبعا هتلاقي الحل. لو انتي محتارة هتلاقي الحل معايا بإذن الله. وكمان اللي حابب ان احنا نعرض مشكلته مثلا، مش ما يبقاش مثلا بيفكر بعقله هو بس، يفكر بكذا عقل، انا معاكم طبعا في كل حاجة. فيلا بقى نرجع للفيديو بتاعنا. انا عملت ايه؟ قطعت كل الفواكه اللي هي عبارة عن موز وخوخ وعنب ومانجا وكمان كانتالوب. ايه تاني يا ولاد؟ حطيت ايه بنوتاتي وامراض تقريبا كده. وبقى عملت ايه؟ عصير مانجا، بس طبعا ايه مش عاملاها تقيلة قوي عشان الفواكه اصلا تقيلة، فيدوب ايه حاجة بس كده، عصير بس كده يبقى طعمه. اصلا انا ما بحبش بصراحه، في ناس بتحط ميه بس، ميه بسكر كده على الكوكتيل، لا انا ما بحبش كده. بما اني بقى بقطع فواكه وعايزه قيمه غذائيه عاليه، فبحب بصراحه اضيف عصير طبيعي. فحطيت بقى المانجا وحطيت الفواكه اهي، حطيته في كاسات، وحطيت على الوش صوص فراوله. الصوصات دي ترجع لكم، الافكار برضو ترجع لكم. انا حطيت دلوقتي صوص فراوله عشان هو كان موجود عندي. عايزه تحطي كريم شانتيه، عايزه تحطي ايس كريم، عايزه ابدعي براحتك بقى كده. يعني ايه؟ بدعي في مطبخك او بدعي في صنع ايديكي كده وابتكاراتك في المطبخ. بأقل حاجة طبعا بالموجود، مش شرط يعني كمية فواكه ايه، لا ابسط حاجة تطلعي افخم حاجة. وضة طلعت من الحمام، بص لقيت المنظر ده. ده ايه؟ دي الحيطة، بصوا الحيطة، حيطة باظت الارتشاح اللي حصل من الله يسامحه بقى السباك، كان عامل في تأسيس الشقة يعني. يا خبر ابيض، شفتوا باظت ازاي؟ انا متجوزه بقالي 5 سنين بس. وبالنسبه للحيطه دي بصوا، انا ما بسيبش بقعه كده عليها. تخيلوا بقى واحده محافظه لدرجه ان ما بسيبش بقعه على الحيطان وايدي فيها على طول، ابص الاقي المنظر ده. السباك طبعا اللي كان بيأسس الشقه ما اعرفش، ما اخدش باله. المهم يعني ان في ماسوره كانت مخرومه ثقب صغنن خالص في الميه اللي هي اللي بتطلع ميه سخنه. عملت بقى لها 5 سنين عماله الميه بقى سايبه، وانا ما اعرفش. طبعا الثقب ده عمال يعمل ارتشاح في الجدار والدنيا باظت.
قدر الله ما شاء فعل. بصوا مش عارفه يعني، انا جوزي اصلا قال لما كنت زعلت لما لقيتها كده، قال لي ما تزعليش، هي بس خليها لحد ما تفضي اللي عندها خالص، والارتشاح ده كله الدهن طبعا هيطلع، لان الجدار كان شارب لما شبعان يعني. قال لي احنا هندهن الحيطه دي تاني، طبعا دي ودي ودي اهي شفتوا. قال لي سيبها لحد ما تفضي اللي عندها خالص، واحنا هنبقى ندهنها تاني. بصوا بقت عامله ازاي، بجد متضايقه قوي والله، منظرها بقى صعب يعني. الله المستعان، خير. اللي مزعلني بس ان انا كنت على طول بغسل الحيطه دي، دلوقتي ما بقتش عارفه طبعا، يا دوب بس بجيب السبونشه او الفوطه او يعني الحاجه اللي همسح بيها، وارش جلانس بس او ميه بكلور، او في خلطه كده كنت عاملاها قبل كده هعملها معاكم، حلوة قوي قوي لكل حاجة، وفي نفس الوقت هي بتنضف وتعقم، وكمان بتعمل ريحة حلوة قوي في المكان. فهبقى اعملها معاكم الخلطة دي برضو بستخدمها في كل حاجة. انا لما كان عندي ريان لسه صغير، وكنت لسه كان قالها البامبرز بقى وبنعلمه بقى، لسه بنتعلم بوشي تريننج بقى وكده، كنت بعمل كده المنظف ده او الخلطة اللي انا عاملاها دي. مثلا كنت طبعا شايله السجاجيد كلها وقلعنا البامبرز ونلبس بس بنطلون كده، كان في كل مكان طبعا الاقيه مثلا لو عمل بيبي مي يعني، كنت بقوم جايبه بقى المعقم ده او المنظف اللي ريحته تحفه ده، الخلطه اللي انا عاملاها دي، اقوم حاطه طبعا الاول بنضف المكان كويس وطهره، وبعد كده اقوم رشه بقى بالخلطه دي، ارش على المكان يعني، واقوم بالفوطه ومسحه. بصراحه المكان بيبقى ريحته حلوه قوي. ولو عملي مثلا على سجاده او حاجه، كنت برضو بقدر اعالج الامر يعني، مش شرط ان انا اشيل السجاده بقى اغسلها في وقتها وكده، لان كنا يعني لسه خارجين من الشتاء وداخلين على الصيف. انا بقلع البامبرز في الصيف بس عشان كنت خلاص حامل في سفيان يعني، فكنت بقول لا عايزه اعلمه بقى قبل ما اولد، اولا عشان نخف حمل البامبرز ده اولا، ثانيا عشان تبقى هلكه والله لما اقعد اغير للاتنين، وده كان بيحصل على فكره. يعني انا مثلا قلعت ريان البامبرز على عمر 2 وشهر او شهرين، كنت ولدت سفيان اصلا، انا والده سفيان وريان عنده 2 بالظبط، تمام من 2 بالظبط. بالمناسبه احنا كان ميلادنا امبارح، تاريخ ميلادنا كده الذكرى بتاعته كان 11/6. انا وولادي، انتي ولادك يا كوكي؟ انا وولادي مستغربوش. انا والده ريان 8/6 وسفيان 12/6، بس طبعا انا ميلادي 11/6، فقلت لا هكتبهم معايا 11/6 ونبقى احنا التلاتة في يوم واحد. بس احنا المهم ان احنا يعني مع بعض كده برج واحد، وكل حاجة افكارنا واهتماماتنا وكل حاجة زي بعض. فوالله كان سبحان الله كل سنة بقى الواحد بيزعل. بصوا تعرفوا ان انا لحد مثلا انا دلوقتي عندي 27، لحد 25 كنت ببقى مش زعلانة، ان عادي يعني، ان بالعكس كنت بفرح ان كل سنة ده انا بكبر وكده، لحد بعد ما عديت 25 لا بقول لكم بقى الدنيا كده بهوقت مننا قوي، وخلاص بقينا بنكبر، ويا ربي خلاص هنخش على 30، لا زعلت بصراحة. بس يعني كلنا هي اللي السن ده او العمر ده مجرد رقم في البطاقة، بس انا بشوفه كده ان الست لو عايزة تعيش شباب طول العمر هتعيش شباب بافكارها هي، باهتماماتها لنفسها هي، مش شرط يعني، وطبعا بدعم اللي حواليها، بس مش شرط يعني ان الدعم ده يكون راجل، لا خالص بالعكس. انتي لو شفتي نفسك مميزة وشفتي نفسك مختلفة، شفتي نفسك لسه عندك كتير عايزة تقدميه، لسه شايفة في نفسك ان انا لا انا مش، طبعا كل بنوته في الدنيا اموره جدا من جواها، الواحده بتبقى حلوه مش شكلا بس، لا قلبا وقالبا. اهم حاجه اللي بيميز الواحده وبيخليها جميله ومحبوبه القلب، نقاء القلب. فربنا يجعلنا دايما يا رب، يرزقنا بالقلب السليم، ويجعلنا دايما راضيين عن نفسنا وراضيين عن حياتنا وراضيين عن كل نعمك علينا. فالواحدة لو عايزة تشوف نفسها حلوة، جوزك هيشوفك حلوة، وكل اللي حواليكي طبعا. انتي مراية نفسك، انتي بتعكسي اللي جواكي للي قدامك، فشوفي نفسك حلوة وارضي بحياتك وارضي بالقليل،
والحمد لله على كل نعم ربنا. وزي ما قلت لكم العمر ده مجرد رقم بس، انما وبكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا والنصايح اللي قدمتها تقدر تفيد حد، ومع السلامه.